لا يحط كاميرا ويدفع 20000 جنيه، يدفع اللي يدفعه ماليش دعوه. لكن انا بتكلم على شباب الخريجين عشان يبقى بس الايه؟ الكلام واضح. انا بتكلم على ايه؟ شباب الخريجين اللي انا كجهاز وكلنا بنشتغل فضلا في خدمتهم. خدت بال حضرتك؟ لكن راجل ده عنده سوبر ماركت بمليون جنيه. ايه لا يعمل رخصه يحط كاميرا ويعمل ويعمل ويعمل. خدت بال حضرتك؟ لكن الراجل ده فاتح كشك. كل البضاعه اللي في الكشك ب 1500 جنيه. اقول له ركب كاميرا ب 1500 جنيه؟ خاصة ان هو واخد القرض لمدة يعني القرض بتاعه لا يزيد عن 20000 جنيه. خلاص؟ لو كبر بقى واستمر وجدد معايا سنة واثنين وثلاثة وبقى عنده مكان متأجر وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، اقول له ايه؟ خلاص بقى حط كاميرا. لازم نشتغل باللوجيك. بلاش راجل بياخد 5000 جنيه اقول له ركب كاميرا ب 1500 جنيه وادفع رخصه 500 جنيه تانيين يبقى 2000 جنيه، يبقى انا بعطله. صح ولا غلط؟ يبقى انا في نفس الوقت لا خالفت القانون، خدت بال حضرتك؟ وفي نفس الوقت ما خليتش الناس اللي هم اصحاب رؤوس الاموال يبقى ما ينفعش احط راجل زي فتح الله ماركت او كارفور او الاماكن الكبيره ديت اجراءات الترخيص بتاعته زي الراجل اللي بيعمل كشك، زي الراجل اللي بيعمل جايب مكنه تصوير وبيصور شويه ورق ده مدرسه، او الراجل اللي جايب مكنه غزل وبيشتغل عليها بيكسب كام؟ خدت بال حضرتك؟ فانا عشان كده قلت لا، اجراءات الترخيص لشباب الخريجين رخصه مؤقته اللي هي بتتكلف 320 جنيه. بالظبط كده. سيد متولي طبعا ما كانش موافق وحاطط لها خازوق كده زي العاده، بس انا طبعا كسرت له ظوابط. مش كده يا سيد؟